السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على أحلى متابعين في الدنيا. عاملين ايه؟ كل سنة وانتوا طيبين. وعايزة اقول لكم معلش غيبتوا عليكم في الفيديوهات، والنهارده راجعه لكم فيديو جديد. زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض صور عباره عن 3 ادوار. ممكن تنفذي دورين او دور واحد لو انت حابه. ستايل جميل جدا وموديل شيك ينفع لكل مناسبه. وعايزه اقول لك كمان الخرز الكريستال مخليه في حته تانية خالص، يعني ينفع سواريه تحط اي لون طبعا. بيبرق كده زي ما انتم شايفين. طبعا ده الخرز الكريستال ده لامع جدا، يعني مميز كمان في السواريه وكده لو انت حابه تعملي الموديل ده. وكمان عايزه اقول لك خامته بسيطه جدا. يلا نشوفها مع بعض عشان ما نطولش عليكم. زي ما انتم شايفين هنا الخامات طبعا بسيطه جدا. هحتاج خرز لولي نمره 8 او ممكن تستخدمي نمره 6 لو انت حابه. تمام يا امارات. وزي ما انتم شايفين كده ده الخرز اللي انا هستخدمه. ده طبعا ممكن تعملي اي لون طبعا انتوا عايزينه. خرز كريستال طبعا ده ازرق، طبعا لازم تجيبيه طبعا بالنظام ده علشان طبعا تبقى صورة مميزة. وطبعا دي فواصل معدن. دي بقى عايزه اقول لكم بثلاث خروم، يعني جميله جدا، وفي منها الاربعه والخمسه. خيط سناره مطاط نمره 8. واحتاج المقص. تمام. الخيط السناره المطاط يا بنات في منه طبعا مقاسات. فانا جبت المقاس اللي هو نمره 8 ده، هيكون ماشي جدا حلو وماشي مع طبعا الخرز نمره 8. انا عايزه اقول لك الخرز الكريستال برضو نمره 8. تمام، يعني عشان يبقوا الاتنين ماشيين كده مع بعض. هنا اول حاجه انا بقى سايبه الخيط في طبعا ما قصيتش خيط، سايباه بقى سحبه من البقره كده على طول. وهحط 15 طبعا خرزايه من الخرز اللولي الابيض. تمام. ده على فكره بالمقاس ده بيرجع ليكم. لو انت طبعا مقاسك في طبعا الاساور بيكون كبير شويه، ممكن تزوديه تخليه 18 خرزايه. ده غير طبعا ان احنا هنحط الفواصل وهنحط طبعا الخرز الكريستال. تمام. يبقى انت هتحطي 15 حبايه من الخرز اللولي نمره 8. اول خطوه معانا ديت هنحط 15. انا بالنسبه لي حطيت 15 خرزه. بعد كده زي ما انتم شايفين حطيت ال 15 خرزه ولسه برضو ما قصيتش الخيط. تمام. وعايزه اقول لكم بقى هنقص الخيط بس بزياده شويه علشان تعرفي تشتغلي. هجيب بقى الفواصل المعدن هتدخلي بالنظام ده كده في اول خرم زي ما انتم شايفين. وبعدين هتجيبي الفاصل المعدن التاني بالنظام ده كده، وتدخلي برضو. عايزه تسيبيه بعدين عادي مفيش مشاكل، عشان بس نحط ايه الخمس حبايات من الخرز الكريستال. عايزه اقولك ممكن تحطي كمان درجه تكون طبعا فضي من الكريستال ده او ذهبي، على حسب طبعا ذوقكم بقى، على حسب ما انتوا عايزين. بالنسبه للالوان بتاعه الاسوره ديت، يعني تمشي سواريه تمشي اي مناسبه على فكره. جميله جدا، ستايل شيك جدا ومميز. هنحط 5 زي ما انتوا شايفين. ممكن على فكرة تعمليها دورين 2 فقط عادي جدا، بما ان كمان الفواصل المعدن فيها 3. فانت بقى هتوسطني ان تحطي بقى ايه على قد دورين بالظبط. تمام. هنحط 5 من الكريستال، او ممكن تحط 6 لو انت حابة بقى على حسب مقاس ايديكي. تمام. انت بقى بتعملي اول واحدة وبتجربي عليها مقاس ايديكي، وبتربطي ربطة بسيطة الاول تجربي على مقاس ايدك وبعد كده تكملي. انا عشان هنا عارفة المقاس على طول، هعمل بقى ايه هربط على طول مباشرة. هربط بقى بصي لو تلاحظي ان انا هربط من عند فواصل المعدن. عارفين ليه بقى انا هربطها كده؟ علشان حابة ان العقدة اللي انا هربطها هدخلها في طبعا الفاصل المعدن. تمام. هربط بقى زي 3 4 ربطات واشد كويس. دي طبعا انا عايزه اقولك المقاس ده مقاس صغير على فكره، هي المقاس ده على قد ايدي على فكره. بس ممكن طبعا على حسب ايديكم بقى تحطوا تزودوا بالنسبه للمقاس. انا هنا شايفين زي ما انتم شايفين هربط كذا ربطه، وهدخل طبعا الرباط في فواصل المعدن. تمام. زي ما انتم شايفين كده اظن لحد هنا كله تمام. اول خطوه دي هعمل زيها مرتين بالظبط. تمام. وانا لحد الان معاكم خطوه بخطوه. تمام. لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي بتابعيني منين يا امارات. زي ما انتم شايفين كده حطيت بقى هنا 5 حبايات من الخرز الكريستال. ده بالنسبه لاول دور. تمام. هنيجي بقى على تاني دور، هاخد بقى مقاس كده من الخيط واحط برضو 15 خرزايه من اللولي الابيض. تمام.
هنحط برضو 15. انا بوريكم بس الخطوات، اظن اول واحده بينت كل حاجه ووضحت كل حاجه. تمام. اهم حاجه ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على علامه الكل. هنا بصوا هنحط 15 برضو خرزايه من طبعا اللون الابيض زي ما انتم شايفين كده. حطينا 15 بقى ايه طبعا خرزايه زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين هجيب بقى بصوا قصيت الخيط طبعا، وهبتدي احط بقى في ايه في الفاصل المعدن تاني واحده مباشره زي ما انتوا شايفين كده. اظن الطريقه لحد هنا سهله جدا. اتمنى تشوفوا الفيديو للاخر. الفيديو بتاعنا صغير جدا جدا، يعني كمان الخامات كمان بسيطه. لو بتبداي مشروع شوفي الفيديو ده وشوفي الطريقه هتعجبك جدا جدا. تمام. هنحط بقى ايه 5 حبايات من خرز الكريستال، ممكن تحط 6 لو انت حابه. تمام. هيكون بالشكل ده طبعا. انا ماشيه معاكم واحده واحده اهو. هنحط 5 بالنظام ده كده بالظبط. اظن كل خطوه طبعا سهله جدا، والخطوات كلها زي ما انتم شايفين مفيش اسهل من كده. تمام. هربط بقى نفس الكلام زي ما انتم شايفين كده، 4 ربطات او 5 على حسب بقى. هتشدي كل ربطه بربطها بتشدي كده، لازم تشدي عشان تفرغي اي هواء بالنسبه جاي بين الربطات وبين بعضها. هتقصي بقى الخيط الزياده. انا عايزه اقول لكم يا بنات انا ما برميش الخيط اللي انا بقصه ده، لان بينفع في حاجه تانية. تمام. يعني بعمل بيه حاجات، ممكن تعملي دورين بس زي ما انت شايفه شكلها شيك جدا. ممكن بقى بس انا حابه ان انا اعملها 3 ادوار، ده طبعا على حسب ما انتوا عايزين. تمام. هيكون بالشكل ده الموديل جميل جدا. وفاضل كمان واحده هنعملها مع بعض برضو، يعني ممكن تسيبيها كده وممكن تعملي كمان دور 3 ادوار. تمام. هناخد برضو مقاس من الخيط. على فكره انا مش محدده المقاس، انا باخد طبعا تلقائي كده على يعني بالويم، يعني حته كويسه علشان طبعا يكون طبعا ايه يعني ما الخيط ما يتاثرش مني، لان انا مش هينفع نربط. تمام. يعني انا كده حطيتها تلقائي حته متوسطه. تمام. لا هي كبيره ولا هي صغيره، علشان بس ما اطولش في الخيط وكده ويترمى الباقي. عملت كم الدور التالت ودخلته كده في الفواصل المعدن اللي هو النمره 3. هما عملنا دورين، فاضل اخر واحده بنعملها مع بعض. هندخل بقى 5 خرزات زي ما انتوا شايفين كده. اظن الخطوات لحد هنا سهلة جدا جدا. تمام. هنيجي بقى هنا على الخطوة اللي بعد كده، هنربط برضو نفس الكلام زي ما عملت في التانيين. اهم حاجة الربط بتاعك يكون كويس علشان ما يتحلش منك، اهم حاجة في الموضوع كله. يعني تركزوا كمان علشان اي خطوة طبعا ما تفوتكوش في الفيديو. طبعا زي ما انتوا شايفين كده هتكون معايا بالشكل ده، صور رقيق جدا وشيك زي ما انتوا شايفين. اتمنى طبعا الطريقة تكون عجبتكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان اي حاجة بنزلها توصلك على طول وتشوفيه. وكده يبقى خلص معايا الموديل سهل جدا جدا. اتمنى طبعا تحطوا لايك واشتراك. زي ما انتم شايفين كده اظن الخطوات كلها سهلة جدا اهي. موديل جميل جدا وشيك جدا. وباي باي.